طبعا بقى نبدأ نتكلم عن بدائل الاستثمار. يمكن أنا في البرنامج ياما اتكلمت عن بدائل الاستثمار، وقلنا ممكن تستثمر في البورصة، تستثمر في العقار، ويمكن تستثمر كمان في ناس عايز تستثمر مثلا على مثل شيء استثمار براحتك، ده ادخار بس ممكن تستثمر فيه. يمكن أنا قلت كمان ممكن تستثمر فين؟ المشروعات الإنتاجية، لازم تنوع محفظتك. طبعا أنا معايا طبعا أستاذتي الدكتورة عفاف شوشة، هنبدأ بقى نتكلم عن بدائل الاستثمار. ازيك يا دكتورة؟ اهلا بيك يا أنا دكتور. سعيد جدا ازي بلقاء حضرتك حضرتك؟ والله. انا اللي سعيده جدا وبشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده. ان شاء الله يكون حلقه خفيفه كده ده على شرف ليا يا الساده دكتورة. المشاهدين، الله يخليك. ومحدش يزهق ولا يتضايق ولا يمل منها، ان شاء الله خير. وبشكر طبعا قناه الحدث، وبشكر جدا كل القائمين على العمل ألف شكر يا دكتورة. الرائع ده. طبعا دكتورة هنبقى نتكلم، حضرتك طبعا دكتورة عفاف، طبعا حضرتك خبيرة أسواق المال في البورصة المصرية كمان، وليكي باع كبير جدا في البورصة. أول ما نيجي نتكلم عايزين نتكلم بقى، أنا بتكلم بلغة المشاهد. أنا عاوز آخد الأسئلة اللي بتجيلي كلها بحاول أنقلها لحضرتك يعني. لغة الشارع عامة يعني. دلوقتي في ناس كتير جدا يا فندم بتتكلم بدائل الاستثمار. جينا اتكلمنا زي ما احنا، في ناس يقول لك ايه، بتعتقد ان الشهادات استثمار ماشي او الادخار مش مشكله. انا كنت احب اتكلم عن العقار او الاستثمار في الذهب او في البورصه المصريه او البورصه العالميه. وانا كنت من الناس اللي كنت مدعم المشروعات الانتاجيه، بدات اجيب بعض الشباب عملت معاهم مداخلات مشروعات انتاجيه وبتوع كليه الزراعه. النهارده بجيب حضرتك بصفتي خبيره في البورصه المصريه واسواق المال. عايزين نتكلم عن بدائل الاستثمار من وجهه نظر حضرتك، اتفضل يا فندم. هو الحقيقه في مجموعه بدائل كتيره بالنسبه للاستثمار. ودايما أنا بنصح أي عميل أو أي مستثمر داخل البورصة في أول مقابلة له. تمام. أنا بنصحه بحاجتين. تمام. أولا تنويع المحفظة، ده مطلوب جدا. الحاجة التانية اللي بنصحه بيها إنه ما يستثمرش بكل فلوسه، على الأقل 30 أو 40% من رأس ماله أو الفائض عنده، هو ده اللي يستثمره. يعني بيقسم محفظته عامة. ده حقيقي. طيب المفروض يستثمر في ايه؟ ينوع محفظته. في ايه بقى يا فندم؟ في ايه؟ لو هو مستثمر ملاءته الماليه عاليه، يستثمر في العقارات. تمام. يستثمر في الذهب، تمام. يستثمر في البورصه، يعمل ودايع في البنوك، اذون خزانه، سندات. تمام. دي كلها اوعيه ادخاريه. تمام. نيجي بقى لحديث المدينه في مصر. يمكن جات لي تليفونات كتير جدا الاسبوع اللي فات. كل واحد يقول لي عايزين نتكلم عن صندوق الاستثمار في الذهب. طبعا انتوا عارفين انا كل اسبوع بحلل الذهب مباشر حسب البورصه العالميه. اسئله كتير جات لنا الاسبوع اللي فات. طبعا عشان نيجي بقى نجاوب على الاسئله دي، عايزين بقى نعرف اول حاجه المشاهد يا دكتوره، صندوق الاستثمار في الذهب بقى. نعرف يعني ايه بقى كلمه صندوق الاستثمار في الذهب. انا دلوقتي المفروض ابدا بكام؟ هل في حد ادنى؟ هل في حد اقصى؟ طب المده بتاعتها قد ايه؟ عايزين سيادتك تتكلمي بالتفصيل عن الموضوع. اتفضلي يا فندم. طيب خلينا في البدايه نتكلم على صندوق جديد. تمام. أو نشاط جديد بالنسبة للبورصة أو بالنسبة لمصر بصفة عامة. تمام. نشاط ما كانش موجود خالص، لكن كان في اقتراحات من فترة. تمام. إن يتم إنشاء صندوق، بس كان بيجي للإجراءات وكانت بتقف. تمام. الإجراءات يعني بتاعها. أنا من ضمن نقطة كانت سيادتك في البرنامج حتى كان عندي اقتراح، كنت بقول للناس إيه، هل هننقل بيع سبائك الذهب عن طريق البنك؟ ايوه، ما هي الدول الاوروبيه كلها كده، كل الدول بتعمل كده. تمام. حضرتك بالتليفون بتتصل، بيعوا لي، لا اشتري لي، ده الطبيعي، لكن ده ما كانش موجود في مصر. تمام. عايزين بقى نعرف المشاهد بقى يا فندم ايه الاجراءات بتاعتنا بقى. انا دلوقتي المفروض ابدا بكام؟ حد ادنى قد ايه؟ هل في حد اعلى؟ الوثيقه اتفضلي. عايزه اقول ان الصندوق اسمه ايزي جولد. تمام. واخد موافقه من هيئه الرقابه الماليه. ممتاز. من كل الجهات الحكوميه. تمام. عليه رقابه مشدده جدا. هو عباره عن مثلث في 3 شركات. شركتين منهم مؤسسين. تمام. شركه مؤسسه وشركه مؤسسه ومديره للصندوق. تمام. والشركه الثالثه اللي هي بتقوم على اشراف او تخزين الذهب الخاص بالصندوق. تمام. والشركه الثالثه دي هي بتكون تحت مظله البنك المركزي. ممتاز. فالموضوع مضمون بالنسبه للمشاهدين. موضوع مميز جدا، بنصح اي حد في مصر ان هو يستثمر فيه. تمام. لان ما فيهوش اي خطوره من اي نوع. تمام. تابع للرقابه الماليه، تابع للبنك المركزي، فما فيهوش خوف من اي طيب. نوع يعني. نبدا بكام بقى يا فندم؟
يعني المبلغ اللي المفروض انا ابدا بيه كام؟ الحقيقه دي من مزاياه. تمام. يعني حضرتك لو رحت تستثمر في اي حاجه مم. مش ممكن هتستثمر ب 10 جنيه في حاجه. يعني بدايه استثمار 10 جنيه. ده تمام. سعر الوثيقه. هل في حد اعلى؟ لا، تمام. في حد ادنى. حد ادنى 10 جنيه. لا، حد ادنى 100 وثيقه. 100 وثيقه. 1000 جنيه حد ادنى. يعني اقل حاجه تشتري 100 وثيقه. ايوه في العشرة عامه. بالظبط. تمام. حد اعلى غير مقيد بحد اعلى. تمام. حضرتك تشتري مدتها قد ايه يا دكتوره؟ مدته 3 سنين. مده الصندوق اصداره مصدر لمده شهرين. تمام. رأس ماله 10 مليون جنيه. الصندوق في حالة إصداره بعد شهرين بتقدر ساعتها يتحدد لك إذا كنت تتداول عليه بعد شهرين. تمام. أنا دلوقتي لكن الاكتتاب بدايته من النهارده. بداية النهارده لسه ما نزلش لمدة شهرين. تمام. لكن هقطع حضرتك بس اتفضل الحتة دي. لكن لو اتغطى المبلغ ده في خلال 5 أيام عمل تمام. خلاص. طب انت حضرتك قلت لي مدته قد ايه؟ 3 سنين؟ طب افرض انا دلوقتي حبيت افك الوثيقه قبل ال3 سنوات اعمل ايه؟ من حقك. هل في حاجه تخصم مني حاجه ولا يعني مثلا لو بعمل شهاده في البنك بيجي يقول لي انت مدير مثلا 3 سنوات لو جبت قبليها لو كسرتها هتخسر قد كذا، لكن لو خدتها خلال ال3 شهور انت مش خلال ال3 سنوات مثلا بتوع انت مش هتخسر حاجه، هتاخدها نفس المبلغ. هل نفس الكلام في وثيقه في الاستثمار في الصندوق الذهب؟ اكيد. مفيش يعني لو خدتها قبليها لو كسرت الوثيقه دي فيها خساره عليا ولا حاجه؟ هي مش معنى ان حضرتك بتكسرها. دلوقتي افرض انا احتجت فلوس. لو احتجت فلوس في اي وقت بتبيع طبعا. بس بتبيع بالسعر الاسترشادي اللي البورصه بتحدده. تمام. وبيتم التداول عليها مرتين في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ويوم الخميس. ابتداء من الساعه 12 لان السعر بينزل على الشاشه الساعه 12 الظهر. تمام. طيب لو انا احتجت للوثيقه دي ان انا ابيعها. ايوه. تقدر تبيعها في اي وقت سواء بمكسب او خساره. تمام. حسب سعر الذهب وقتها على الشاشه. تمام. مفيش خصم حضرتك قلت لي مفيش عموله عليها؟ في نسبه. لا، في نسبه قد ايه بقى؟ في نسبه 4.9. 4.9. ده لمده 3 سنين. لو فكيت الوثيقه قبل ال3 سنوات. هو اولا هي ما بتعتبرش زي شهادات الاستثمار اللي انت يعني لا هتكسرها هيحصل كذا. لا لا لا. انت ليك سعر عالمي بتحط عليه السعر كذا. حضرتك بتشتري ورقه ماليه. تمام. وثيقه. الوثيقه دي هتتم التداول عليها بعد شهرين. تمام. بدايه الاكتتاب بتاعها النهارده. طيب بعد شهرين بيحصل ايه؟ بتبدا التداول عليها يوم الاثنين ويوم الخميس. تمام. لو زاد سعرها نفترض الوثيقه دي حضرتك اشتريتها ب 10 جنيه. تمام. بعديها بكام يوم بقت ب 12 جنيه، بقت ب 11 جنيه، تقدر تبيعها. ممتاز. وتقدر تشتريها تاني. طب نفترض سعرها قل. هتاخد بالسعر الاقل. هتاخد بالسعر الاقل حسب العرض والطلب بقى. طيب في بقى حضرتك بتدفع 4.9 على ال3 سنين. تمام. متناقص. تمام. يعني مثلا الوثيقه فضلت مع حضرتك 6 شهور، فضلت سنه، فضلت سنتين، كل ما بتفضل الوثيقه مع حضرتك كل النسبه دي ما بتقل لحد ال3 سنين بتكون خلاص النسبه دي مش موجوده. تمام. على أسوأ الظروف حضرتك بتاخد سعر الوثيقه اللي هو 10 جنيه، يعني الاستثمار آمن آمن آمن. ده كلام ممتاز. نيجي بقى لسيادتك بقى. ده سؤال شخصي حضرتك هتجاوب عليه وانا برضه هجاوب عليه، وده اتسال لي الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. كان يقول لي طب انت بقى هتعمل ايه؟ هل انت هتستثمر ولا لا؟ ولكن انا اقول لحضرتك بقى، حضرتك دكتوره عفاف، عايز اعرف ايه مميزات الصندوق ده وايه عيوبه؟ وكلمه عيوبه تحتيها 100 خط، لازم اي مشاهد. انا عن مثلا انا بشتغل في البورصه العالميه كنت قلت على طول ان من عيوب البورصه 1 2 3، ميزات البورصه 1 2 3 حتى في مؤتمراتي. ايوه. دكتوره عفاف، عايزين بقى نعرف ايه مميزات الصندوق وايه عيوب الصندوق. هنتكلم الاول على المزايا. تمام. ميزه الصندوق ان الوثيقه سعرها قليل جدا. ممتاز. 10 جنيه دي حاجه بسيطه جدا. تمام. يعني حضرتك روح سوبر ماركت تشتري اي حاجه، شوف يعني مش حاجه ب 10 جنيه دلوقتي. سعرها قليل جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان حضرتك لما بتشتري الوثائق حضرتك ما بتدفعش زي ما بتروح تشتري ذهب من الصاغه. طبعا مفيش مصنعيه. مفيش مصنعيه. تمام. فدي برضو ميزه. تمام. طيب حضرتك لو رايح تستثمر في الذهب بتحتاج مبلغ كبير عشان تقدر تشتري، لان ال1000 جنيه مش هيجيبوا لك نص جرام ذهب. صح. فدي برضو من المزايا بتاعتها. تمام. تقدر تبيعها في اي وقت. تمام. بعد يومين عمل.
وفي اكتتاب زي انت حضرتك آه، بالسعر بتاعك الاثنين والخميس مفيش بالظبط. مشكله. بتقدر يومين في الاسبوع، يعني انت الفتره قليله، يعني مم. تقدر لو محتاج فلوس بتتداول يومين في الاسبوع، ممتاز. تقدر تبيع في اي وقت. ايه بقى العيوب يا دي فندم؟ مزايا. اهم حاجه العيوب هي عشان عيوب المشاهد بتاعنا احنا دكتوره لما نيجي نتكلم اه احنا بنحاول نشوف المشاهد البسيط، لان أيوة. في ناس متخيله ان انا ممكن ب 10 جنيه بقى ابدا استثمر في الذهب. ايه مم. اهم العيوب؟ انا يمكن ماسك الحته دي للمستثمر الصغير او المواطن العادي يقول لك انا معايا 10 جنيه ممكن أيوة. احط، او معايا مثلا 1000 جنيه او 2000 او 3. عاوزين نعرف ايه اهم عيب بالنسبه لنا. انا هتكلم على اهم عيب، والعيب ده ممكن ناس كتير لازم تفكر اكيد طبعا. قبل ما تشتري الوثيقه ان ده ادخار وعلى فتره طويله. تمام، بعيد المدى. مش قصير الاجل. مم. فهو لما بيشتري الوثيقه اولا بيطلع عليه نسبه بيدفعها للشركه تمام 4.9. تمام. فانت لو اشتريت الوثيقه النهارده مش بكره لو انت بعتها حتى لو الذهب ارتفع مم. فانت عمرك ما هتجيب السعر بتاعها. عمرك ما هتجيب 4.9%، مش هتزيد صح. في الوقت القليل ده. انا بقى هو اتكلم ده العيب. طيب يبقى احنا خدنا حضرتك بقى المزايا والعيوب. انا هتكلم آه. يمكن السؤال ده سأل لي كتير جدا. اتفضل. كل واحد يقول لي طب انت دلوقتي يا دكتور هاني لو حبيت تخش استثمار في صندوق الذهب مم. ايه مميزاته وايه عيوبه؟ لازم اقولها بقى للمشاهد لكل الناس. انا اتفضل. بالنسبه لي كهاني ان الراجل بيحب البورصه. مم. مميزات طبعا الصندوق ممتاز. ممتاز لمين؟ ممتاز للشخص اللي شغال في البورصه، ان الشخص اللي يعرف المخاطر. احنا بنيجي نتكلم لازم ننوع محفظتي، يعني انت معاك مثلا 10000 20 30 ما ينفعش تحطهم في الصندوق مره واحده، لازم تنوع محفظتك على فترات معينه، لازم تعرف اسعار الذهب ايه. مميزاته انا قلت اول حاجه ان هو ايه؟ ان هو يعني تنوع المحفظه بتاعتي. أيوة. بالنسبه لي ايه مميزاته؟ لو السعر مهمه جدا الحته دي، لو السعر الذهب حسب البورصه العالميه يبقى الصندوق ده صندوق ناجح 100%. ده تاني، مم. لو سعر الذهب حسب البورصه العالميه يبقى صندوق ناجح. يمكن دي مميزاته. ايه الميزه اللي وراها؟ اللي احنا كنا ياما قلنا في البرنامج وفي ندواتنا هل حان الان اللي احنا نبدا نفتح شركات بقى تداول في البورصه العالميه والكلام ده؟ يمكن بدايتها اهو الاستثمار في الذهب. انا بالنسبه لي كهاني يعتبر بورصه. ليه حضرتك أيوة. بورصه؟ ان في يوم الاثنين والخميس زي ما انت قلتي الاسعار بتختلف، ولكن أيوة. البورصه على مدى الاسبوع كله. وده بيشجع ناس كتير جدا اللي عاوز يشتغل في البورصه. اهو انت ممكن تجيب وثيقه وتشتغل. دي مميزاتها دي مميزاتها. طب ممكن بقى تقول لي العيوب؟ العيوب دي مهمه جدا. مش اي حد يخش في الصندوق ده، لازم يعرف ايه مخاطره، ايه مميزاته وايه العيوب. ايه العيوب بالنسبه لي؟ ان في ناس ما عندهاش علم ولا درايه باسعار الذهب. هو متخيل ان العمليه سهله، انا ممكن اشتري وثيقه ب10 وممكن اشتري مثلا ب1000 وب2000. لازم يكون عندك درايه باللي انت بتعمله. زي ما كنت بقول للبورصه للناس مش اي حد يخش في البورصه. فانت لو ما عندكش درايه في الموضوع ما تعرفش ايه مميزاته وايه عيوبه ما تخشهوش. ولكن ايه العيب القاتل بالنسبه لنا؟ انا بقول اهو لو السعر ما اتعملش حسب البورصه العالميه. لو السعر اتحط كده يبقى انا بالنسبه لي ما عملناش حاجه. ما احنا زي ما قلنا في اول برنامج كان في فرق حوالي 700 جنيه بين سعر الذهب عيار 24 في مصر بينه وبين البورصه العالميه. في مصر زياده. طب لو اتعمل بقى الصندوق ده وفي زياده يبقى ايه اللي حصل؟ ده الله اعلم، ده من ضمن العيوب لو حصل. لكن احنا بنتعشم خير ان يكون فين حسب السعر العالمي. يمكن اهم عيب بالنسبه للناس اللي ما عندهاش وعي، ما عندهاش ثقافه. هل الذهب هيرفع؟ هل الذهب ينزل؟ خلي بالك الذهب ده سعر عالمي وسعر متقلب. زي ما قلت لحضرتك في الاول الذهب يمكن نزل فتره كبيره جدا من 2078 دولار نزل 1950 دولار. لازم يكون عندك وعي باسعار الذهب ولازم تتقبل الخساره. الحته المهمه جدا في العيوب اي مبلغ بتحطه لازم يكون زياده عن راس مالك. هل قابل للخساره؟ مش شرط قابل للخساره بس يكون زياده عن احتياجاتك. ده من ضمن العيوب بالنسبه للصندوق. صحيح. يمكن اخر سؤال بقى يا فندم. اتفضل. صندوق الاستثمار بقى بصفتك خبيره في البورصه المصريه وبقالك فتره في البورصه المصريه. هل هيأثر بالايجاب ولا بالسلب على البورصه المصريه؟ اي واحد يقول لك طب انا ايه بقى اللي خلينا اروح استثمر في البورصه؟ طب ما نحط في الصندوق. زي ما كنت بقول السؤال ده في الشهادات برضه لما وصلت 20 و25 كنت بقول ده بتوع البورصه. انا ايه اللي يخليني انا غامر واخش في البورصه او اعمل مثلا مشروع انتاجي؟ فاهمين ازاي؟ ما انا ممكن احط بقى ايه مشروعي انا ممكن اخد فايده في البنك 25. مع العلم انا متاكد ان الناس بتحب البورصه لو حصل ايه هو بيحب ايه البورصه. فالسؤال ده موجه لسيادتك بقى. طيب اتفضل حضرتك. خليني قبل ما قدام دقيقه بالظبط.
خليني قبل ما خلي الدكتوره تعلي صوتها شويه. طيب في دقيقتين كده او في دقيقه واحده اه هقول ان السعر بيتاخد على السعر العالمي تمام للذهب، تمام للمصافي العالميه، تمام للعرض والطلب في ممتاز مصر ممتاز على الذهب. دي نقطة. النقطة اللي حضرتك بتسألني عنها تأثيره على البورصة. على البورصه المصريه. أولا عاملي البورصة حتى لو أنت قلت له البنك هيديك 50% مش هيروح لو البنك. 100% مش هيخش، ولو 100% مش هيروح ان هو البنك. عنده ثقافه البورصه خلاص يعني. صندوق الذهب ملوش علاقة بشغل البورصة خالص، ده استثمار مختلف عن استثمار الأسهم. ده مختلف. وعايزة برضو أحيد، لأن أنا بما إني يعني البورصة المصرية أنا دي بيتي البورصة يعني المصرية. انت في المؤتمر كان كل كلامك عن البورصه المصريه. معلش ما هي ده شغلي. عايزة أقول إن البورصة المصرية تعتبر أرخص حاجة في الحياة. يعني حضرتك بتروح تركن عربيتك بتدفع 10 جنيه، انت عندك اسهم ب50 قرش، يعني تقدر بال10 جنيه دول تشتري بيهم اسهم. تمام. تقدر بحاجة بسيطة تشتري، يعني عند حضرتك 20 سهم تحت الجنيه، 40 سهم فوق الجنيه. طبعا انا في الاخر سلعة بسيطة يعني. بشكر حضرتك طبعا الدكتوره عفاف، طبعا انت ليكي اكيد معانا لقاء تاني. اشوفكم طبعا الاسبوع الجاي في برنامج الفوركس مع نبشير واستضافه جديده في البرنامج. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا. بشكرك كتير. شكرا لك.